أم المؤمنين زينب بنت جحش أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت متزوجة من الصحابي زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة ده كان مملوك أعتق النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام زيد بن حارثة ده مشى للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له زينب بنت جحش وقال له أنا عاوز أفارقها وأطلقها وخلاص لأن أنا ما عاوز أكمل المشوار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اتق الله وامسك عليك زوجك. غير انه وقتها ربنا سبحانه وتعالى اوحى للنبي صلى الله عليه وسلم انه زيد بن حارثة في المستقبل حيطلق زينب بنت جحش، وانه زينب بنت جحش حتكون واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والموضوع ده كان صعب جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان عندهم في عادة الجاهلية انك لما تمشي تعتق لك واحد بيكون زي ولدك، فما بتقدر تمشي تتزوج مرته. كانوا تشوف انه لما انت تتزوج مرة الزول اللي اتبنيته ده زي كانك تزوجت مرة ولدك. واذ تقول الذي انعم الله عليه، والمقصود به هنا زيد بن حارث انعم الله عليه بالاسلام والافضال الكثيرة، وانعمت عليه انعم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بانه اعتقه. واذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. اخفى النبي صلى الله عليه وسلم انه لو زيد طلقها حتتزوجها انت يا رسول الله. فتخشى الناس والله احق ان تخشاه. قالت عائشة لو كتم رسول الله شيئا مما اوحي اليه لكتم وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. خشي النبي صلى الله عليه وسلم كلام الناس لانه كان زيد بن حارثة يقال له زيد ابن محمد. اكتملت الآية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني لما قضى زيد من زينب حاجته اللي هي الوطر زوجناكها أنت يا نبي الله. وده الصحابي الوحيد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن باسمه. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. إذا عجبك الفيديو يا ريت ما تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب. لحد ما أشوفكم بكرة إن شاء الله على نفس الموعد. في أمان الله.